حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا وربنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك. فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد. قال خشكو برا البراهيه يا مشخدي تعالى أوه رب العالمين مودي بابت مو كسكارت مو هركسك حق السنة هبيتن يا ربي ترحمي بهم يا ببي أهلي بحشتي حسيب بكي قلنا يتوام غافريني يا ربي هالكسك في دنيا دا جيانك خوش ورحت وبختور برزقهم يا بكي ديري بلا مصيبتها بكي اگر بلايك ومصيبتك جيتوش ببني يا ربي تسرسفك بكي وصبري بدي وبزيترين وقت سراراكي وأجر وثوابت مازنجي بوان بنفس يا ربي تدفي جيان رزقي وان برفره بكي رزقي وان صانهي بكي جيانك خوش ورحت بختور برزقي وان بكي وأركسك برف رحمته جيفهات يا ربي تبرحم خلق بكي أهلي بحشتي حسب بكي جيرانيا پیغمبري عليه الصلاة والسلام برزقي بكي يا ربي بخاطر نافتيت بيروز مبارك بخاطر وهي وهوصا بيروز وفي رجا هوصا بيروز وفي ساعته هوصا بيروز تو في نساخية اشنا في جهان راكي نساخت مو خوشتبيت مبزيترين وقت بو بسلامتي بزفرين يفا وخلكي ساخلم بكي وفي ايشش بيجي قطع بكي كو خلق جاركا دي بشيتن قصد مالا خده تعالى بكت كلي خشكو برا خده تعالى القرآن بيروز داد بيشتما في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا ذكر عن بيع الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قل تعالى ادفي آياتي دا تشتكي قالك مظن شامدة كو رب العالمين هندك جه يدبوخه هل بجارتين اف جهة او جهن اويت عبادته خدي تعالى عبادته طاعة رب العالمين تيداد هيتا كرني اجبر هندك بيج في بيوت اذن الله ان ترفع هندك مال خدي تعالى اذن داي رب العالمين رخصته داي كو اف جهة بنا جه هند عبادتي وذكر خدي تعالى لبهتن ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال تسبيح خدي تعالى وذكر خدي تعالى دوان جهادا بيدا كرني ابشفو روجادا رجال لا تلهيهم تجارة ولا ذكر ولا بيع عن ذكر الله إنسان أو كس قصة مالكين أو تجارة فايدة دنياي والوانا ناكت طبعا أو تشتكي بيتوية بوجيانا إنساني كو إنسان تجارتي بكت شول بكت كاركي بكت بخارس قيخا بينيتن بس أو كارتينا انت كارتينا كتن كو بيت أجري هندي قصة مال خود تعالى نكت عبادة وطاعة خو نكتن بكت قرباني دنيا خو بلكت هردو بيك و دنيا وقيامت دا إنسان بيك و بريفا بتجبر هندي خود تعالى بش رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بوشي يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
ترسكات دليوان دا كو روجك دي بسرمده هم يادا هيت او روجم هميد رابين خدي تعالى دي حقو حسيبا القلمة كتب جشبر هندي قالي خشكو برا ادوار روجت هوصا نازك من حسير از بيرا خشكو برا يتخابينم كو انسان بسلمان همي قابا انسان ايماندار همي قابا دلي انساني يتمزقفتي و قريدايا وخدي تعالى وصفة وان انسانات كد بيجيتن اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون انسان ايماندار دائما هولدت وعجلت كد كو قصد مالا خدي تعالى بكتن دا جهه خوا اتمالا خدي تعالى دا بينيتن وخيرا بخوا كوم بكتن شبر هندي پیغمبر عليه الصلاة والسلام نشامدتن كود بيجيتن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ايكشوان رجل قلبه معلق في المساجد ايكشوانا اويت خدي تعالى دانتا بنسي براخا بيجيتن ظلامك كود دلوي يب مزقفتي و قريداية روايتك ديدات بيجيت ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه بيجيتن دلي وي مروفي وي إيمانداري يب مزقفتي و قريداية وقت الدركة ويد كاكنجي دي زفري تبا اف نخوشياهاتي باشترين درس إنسان سحكة خواه اگر شوانا بيت اويد فعلا دلوي بآخ و داخ بيتن چكو يديري مالا خود تعالى بو اوه نشانه هنده إن شاء الله كو افمرو و شوانا اويد پیغمبر عليه الصلاة والسلام بحثوان كد كود كفن بن سيبرا عرش خود تعالى رجا قيامته دا چكو بأگره که هر خود تعالى او ايشه ياداي كو افمرو و نتشيا قصد مالا خود تعالى بكتن بس دلوي هر پی و گری دايه شبر هندي يجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيشتمه إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا إمام بخاري رواية في حديثة أو حديثة بريوه پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجت إذا مرض العبد أجر عبد من نساخ بو آن سفرك كتبركوي كاتش عبادة تذكر هكي أهل مزقفتي بتمي قاوا نفيجت خب جماعة تذكرن هكي أهل قيامة بتمي قاوا الشف نفيجت كي كاتش نوع طاعة عبادة تذكر روجيت جرتن نفس عبادتي وقت نساخية داجي بوي إنساني تهتنفسد يعني أو كسي نشيد قصة مزقفتي بكت إجبر عمري خوش بر نساخيا خوش بر طرصة في نساخية نفسا أجريد إن شاء الله خد تعالى دبوي نفسيتن أو وقت شويجي همي دبو همي بصلمانا نفسيتن هر وكو نفيجت خرب جماعات اتمالا خد تعالى دا كيري بجاش بر هندي قالي خشكو برا إنسان يعني وهزري نكت اگر قصد مال خد تعالى نكر او اجر بونا ان هكا هاتي معنوي اجروي مصدر شي ديترنا وصانينا نفس اجري ونفس ثوابي بو هر دو مروفا هر دو بسلمانه تنفسين چكو دليوان هر يپي مزگفته و گري دايا ودي هر كفتت بنويسي بريدا بس اگرت هين كو او انسان نشد قصد مال خد تعالى بكتن جاش بن هندي قال كافر انسان مراعاته وان اگر بکت گلک جارا انسان بسلمان هزر کتن اگر تشتی بکتن گلکی باشه آن نکتن گل نو دی مروف سحکته وضع مروفی کای چاوه خود تعالی سحکته وضع انسانی سروی اساسی دانی جاش بر هندی مگود ام انشاءالله في خطبه اوليه ام مزقفت فتكين هيفي اميدت ما ام بزيتين وقت رب العالمين فينا خوش راكت ومزقف جارا كاديفه بيتوا وام نزيكي ايك بين نهو صاش ايكو دير بين بس اجبروان اگر ان شاء الله هندك تبيني ميت هين ام همي بدالين برچاوت خو وقت ام قصد مال خود تعالى كين بري همي تشتا مزقفت يعني نيكا حتى ام قرار الدين سحكيني اكام شان كنترول بك ان شاء الله جارا كادي خطبه كردي ويا انجليزي ديجك جدا بيتن بس بوج حال حاضر ام دي بس خطبه كيدين وي خطبه جي ساعه 12 و 20 اشني دي درگي وكين دا خشكو برايت ما بين جورفه وساعه 12 و نيف دي دس خطبه كين وجا اويت هيتنجي غايت ما او دا نهينت مزگفتي و كفينت دفيك جارا كادي البردرگي هيجي نتشنت دفيك يعني هيك تو البردرگي هيجي براوستيه ما بين خو حواله خو 6 فيتكا بهيله يعني متر كوني وكا بهيله و كسي يعني عدد محدود احتمال جهه 40 حتى 50 كسا بيت قال عدد تمام بو دي مجبور بين درگي قفل كين اگر مكرنا دو خطبه او ديف دات مينن بو خطبه دو دهينا جور و هر هوصا
هر کسی که هیت لازم ماسکوی او پاتاکی بدت برده و لیوت خواهد اگر انسان کوخیت بینشیتن نچیت کسی که دیتر یعنی او کسی هیت دوید او تشتل گل خوابی هر کسی که هیتن جی شمل کاخال گل خوابینی تنشمال آن لایلونه تشتی که وصابینیت کبشت نویجا خواه السر بکتن و نویجی جی الجه خواب خدا بکه سنت خود نفسا جهیده هاو جنا که جه خواب گهوری یعنی چکو ظرف وصایه باشنینه هناسا مروفی هلما مروفی هکه کت عرده که ای که دی پیتویری نویجه بکت احتمال تأثیری لبکت وجا بسلامت یا مهمیا هر کسی که ها جه کی دا توی جهیداری نخاره و نویجه خواب که وجاج بر هنده باشه تو پیه توی جهیدا اوی تدبینی یه خالی و لیرین یه خاره دا صف اتمام بد جهه دست نویجا یا وکیلی نابید چکو بیت اگر هنده نساخی بلاوه بن او کسی ایشا شکری هی آن هندک ایشی دی هن که نشه تخواه عذره هی او من تلمال بوی باشتره آن او کسی ایشید بردوام لی هی آن هندك نوع نسخية هي مناعتوي اميون سيستموي باشول ناكت من المال باشترش هندي قصدا مال خود تعالى نفسه اجري ونفسه ثوابي شيت المال جوه خبدته خد ماما ونفيجي بكتن المال ان شاء الله نفسه اجري خود تعالى دي بو نفسي تشكوي سبب واجريتين كونش بيت مزجفته چکو وکر نامه بو حمام احتمال درگه که گله که مزنه بیت بو نسخ به هر حوصا او قرآن مزگفت دا مروف دستی خانه کتی باشه که تو گلک حسب که قرآن بخینی وقتی تی التلفون خدا تو شی قرآن بخوا بخینی یعنی هندی ام بیشین دستی خال عردان ندی باشتره گلک کو ام و بشین خوا دستی خال چه عردان ندین دا وقتی در کونجی با قال نویش خلاص بو مروف اکثر بدر کویتن و هول بدت مساحت و مسافت ما بین خو حواله خو بردوام 6 فوتا بهلیت او کسی کوخیتن پرسیو هاد بیته حتی هکر او نساخینه باشتر او نهیت مزگفت توی وقتی چون خود نکته کرده اوش بیتن دانه بیت اگر هندت نف خلکی دا بلاوه ببیتن اگر خود تعالی حسب کت و کی مگوتی وقتی نویجی خلاص کن اکثر مروف اش مزگفت بدر که وی سنت خب به مال اگر مالتا یا نزدیک بید گلکا باشتره ان شاء الله اف تی بینه میت هین او کسی یعنی عمروی 65 و سر داتر بیت بزانی تحمل ناکت باشتر او ام نبیجنی نه مزگفت ام نبیجنی کسی کنیم بس ام بیجن اگر نهتن بو ساخلمیاوی بو صحتاوی بو باشیاوی باشتره و نفس اجریه چه تأثیر الاجروی انسانی نایت کنی اگر حسب کت بهتن او خیار خویات کتن او خودی نکت اگر تشکلی هات او آریشاویه او کسی بچیک مدویت او کسی سرفرض بی جمعه او بهتن چکو دیجه یکیم تر بیتن جشبر هندی او بچیکل گلته اگرش عمروی 13-14 سالا کم تر بیتن هک هندی تو بشی نه اینی مزگفتی باشتره او کسی بچیک هندی تو چکو بچیک دیده سخال او دیجه مروفه کی جی گریتن اگر ام بشین او بچیک بن 14 سال یادا ام نه اینین گلکا باشتره دا جه هبیتن چکو هندی جه اوید فرض بیت هیته کرنی باشتره جهوان هبی چکو فرض یا سروان بهت او برادر اوید بیت بردرگی وک سکیوریتی آن او کسی البردرگی مثل حرارتات آن اوید انا اگر به هر اگر کی گوتتا اویدی بو باشه انسان ریزه و قدری الاکودو بگریتن ان شاء الله اگر وان تشتا بکین ام همیشه لب سلامت بین و برکت بشین پترتر خدمت بکین و خود بیت خوشی پترتر لبکین و برفرحتر لبکین هیوی امیدت ما اوم زیتینون وقت تعالی وين الشاخيش نف مدارك جارك لخذ تعالى درجيه خوا ورحمة خاب ما بكة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته وكثرة مخافته ولزوم أوامره فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تعالى في وفيكم أجمعين. أما بعد
Brothers and sisters in Islam, we as a human being, Allah subhanahu wa ta'ala did not give us the key for the future. In other words, the matter of the ghaib. So everybody, when he will wake up in the morning and start to do his work, doesn't know what will happen to him. He might be in a business, he might be in school, he might be in any action does for his living, and things could be good, could be bad, will be exposed to him. Times that you will live in a day that day is the best for you. You look at it, it's just all body or all of your organs are joy. And days will come that when you see situations that you can't get to a point how to handle that. So it's a matter of a subject, we call it al-amal, the hope. That the hope is, human being with the curve of the hope is always changing. It never steady line to go with it. It depends really, it triggers the emotion. Either it will go high or it will go down. And when it goes down, it causes us the person to get disappointed and to hate himself, even to get to the point to hate himself. Especially if you lose a big matter in a business side, or if you are a student, you fail in an exam, and so on and so forth. So all of those, when your children, when you look at them and they behave wrong, so you feel some type of the disappointment, it causes you that internal things that may not be able to handle it. But all of those happens for any human. So it's not matter of the believer or non-believer. This is everybody distributed on this line. And people sometimes at the top line of the rich, that sometimes with the losing a business get to a point to commit a suicide, because he can't handle that what he have built, and then suddenly he will lose it. Now for the believer is different. The believer is dealing with the Lord that is completely different with the way that human being deals with the human being. Human being has no mercy toward the others. If you owe someone, and if you owe a bank, say $1 million, and then you borrow it and you do the business and you lost it, bank has no mercy. He come and after you to get his money. Doesn't matter. If you have something, he will take it. So there is no mercy there. But for the believer, when he acts in his life, is always linked to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore in the Quran he says, إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْكَافِرُونَ. That people will not get disappointed from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, except those who are non-believers. So in the non-believer, there is no belief with him. So all their measurements is based on this life. But with the believer, is always look at the other life. Therefore the iman yalidul amal. The belief will generate the hope, and will give the hope to the person's life. So 6 months ago, that when the pandemic came, people were all over the places were afraid. Still, the fear exists. But after, when it comes, people were thinking maybe this will be elimination of human being completely, if it will go out of the control. But for the believer, he always linked with Allah subhanahu wa ta'ala, and sees it that this is matter of the test, how Allah subhanahu wa ta'ala is giving it to us. Because he believes in al-quwa al-ulya, that there is a high rank power behind this, that yudabbiru al-kawn la yakhfa alayhi shay, that he is the one who is ruling and managing and creating the universal, that nothing will be hidden from him. He's dealing with the Lord, that Allah subhanahu wa ta'ala يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيُطِيبَ مُسِيءَ النَّهَارِ. So even if he got exceeded in the line of this obeying of Allah subhanahu wa ta'ala, he's dealing with the Lord, that he's opening his mercy hand for the people who are asking forgiveness, that for the sins that they have committed in the day, and in the daytime for the sins that they have committed at night. He's dealing with a Lord that he is يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عِبَادِهِ, that he will have a joy when his servants are going back to him and make repentance. He's dealing with the Lord that when he does a good deed, Allah subhanahu wa ta'ala multiplied with 10 up to 700. But when he does the sin, it will be by itself. جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا. Or يَعْفُ عَنْهُ. Or Allah subhanahu wa ta'ala will forgive that servant for that. So
Dealing with that is always gives the believer to have that relation with Allah subhanahu wa ta'ala. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the hadith, maybe most of you know Khabbab ibn al-Arat, when he was in Mecca and putting his shoulder on the wall of Kaaba, Khabbab was under the torture. They were ironing his back with a piece of iron. So he was under the torture, he couldn't handle it. He came to the Prophet ﷺ and he said, "Ala tad'u lana." Don't you make dua to us? It's too much on us now. Don't you make dua to us? Prophet ﷺ turned his face into red. And he said that the people before you were splitted in two pieces because of this path, because of this deen. This deen, Allah subhanahu wa ta'ala will give victory to it. That wallahi, that there will become people from Hadramaut, from Yemen to Mecca without any fear. Without any fear. And the matter of having al-dhi'bu ma'al ghanam, the wolf with the sheep. So this is give a hope. This prophet, when Allah subhanahu wa ta'ala sent it to him by himself, look at the life of people and their brain, how they think. If any of us will be in his position, we will get disappointed. That people will never be convinced to say, this stone you are worshipping is not your Lord. You have to worship something you cannot see it. Therefore, brothers and sisters in Islam, as a believer, we have to have this hope always with Allah subhanahu wa ta'ala for whatever it happened to us in our life, either in this life or in the sins that we are committing, or with our children, or with our wealth. Anything comes that we have to link with Allah subhanahu wa ta'ala and having that hope and ask for his forgiveness. And before I finish the khutbah, as you know, we published the conditions and opening the masjid, how the procedure will be. So we are planning, inshallah, to have one khutbah at the beginning. This way, like at 12:30 we do the prayer, 12:20 the masjid will be open so that people will come in, have enough time, that 10 minutes. And if you see the number exceeded the 50 number, then we will split the khutbahs to 2 khutbahs. And all of the conditions we explained online, inshallah. Make sure that you follow those guidelines and it's matter of not to have take the lesson, and to have not to take the means. As a believer, we are commanded to take the means in a way that to protect ourselves. That this is the matter of the tawakkul. As much as we could, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect all of us, inshallah. وصلوا وسلموا على نبيكم مثال لقوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنها هذا الوباء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ووفقنا ووفق أولادنا لما تحبه وترضاه واغفر لنا واغفر لوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا واعتدوا يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.